أسعار اللحوم والخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 21/5/2018. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا بأفضل الصحة. من فضلك أدعوك للاشتراك في القناة من أسفل الفيديو من العلامة الحمراء مع تفعيل زر جرس التنبيهات. استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين عند نفس معدلاتها، حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة، وسعر كيلو الفلفل سجل ما بين 10 إلى 12 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس 3 جنيه ونص، وسجل سعر كيلو البصل ما بين 2 جنيه ونص إلى 3 جنيه ونص، وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون من 8 إلى 10 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة 4 جنيه وارتفع إلى 8 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار 4 جنيه، وسجل سعر كيلو الثوم 20 جنيه، وسجل سعر كيلو البتنجان 5 جنيه. أما بالنسبة للملوخية فسجل سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 5 جنيه، وارتفع سعرها أيضا إلى 6 جنيه. بالنسبة لكيلو الجزر سجل سعر كيلو الجزر 7 جنيه، وسجلت سعر كيلو البسلة 6 جنيه. بالنسبة للفواكه سجل سعر كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيه، وسجل سعر كيلو التفاح ما بين 17 إلى 20 جنيه، سجل سعر كيلو الموز من 6 جنيه ونص إلى 7 جنيه، وسجل سعر كيلو الخوخ من 5 إلى 10 جنيه، وسجل سعر كيلو البلح من 8 إلى 12 جنيه. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الفاكهة ستنخفض خلال الأيام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب. في نهاية الفيديو بشكركم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.